بسم الله توكلت على الحي القيوم. تعالوا بقى نشوف اليوم النهارده كان كله مشتريات بقى وحاجات كده، والحمد لله كان ربنا موسعها علينا من فضله. بس برضو حتى لو الدنيا متيسرة لازم تبقى عاملة حسابك على الهدف اللي انت ماشية عليه، سواء انت بقى عندك اطفال، عندك مهام معين انت هتجيبيه كده. فانا الحاجة اللي كانت ضرورية بالنسبة لي بعد هدوم المدرسة والكتب زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، يبقى انا كان عندي فقدان شوية في حاجات المنظفات. فالنهارده نزلت جبت شوية منظفات حلوة جدا، ما جبتش كميات الحاجات اول مرة كنت اجربها. بالنسبة اللي هو الاوكسي دوت الجيل، بصراحة انا اول مرة اجربه. كنت بجيب بس الكيس الاسود اللي هو ده عشان العبايات بتاعتي او كده، بحب اغسلها بجل عشان ما تبقاش متعصر ربصه اللي هو الابيض ده، اما بتتشفش كويس يعني ما بتبقاش حلوه. يعني انا بحب ريحه حتى البرسيل الجل ده. جبت بقى صابون مواعين كتير، على فكره ده 2 كيلو، هو الكيس شكله صغير بس هو كتير يعني يفضل عندي فتره حلوه جدا. وده كلوريكس الوان، بحب اضيفه مع الالوان بيخليها زي الفل بصراحه. ده غير ريحته اللي تجنن، مع انه هو سايب بس ريحته حلوه جدا. وطبعا البرسيل اللي هو الجل ده برضو ريحته حلوه قوي، بس بستخدمه برضو في العبايات بتاعتي او كده. واشتريت صابونة الوش اللي اسمها جوي، ريحتها برضو كانت خرافة. وكده ظبطت شوية منظفات من اللي انا عايزاها. ده غير ان انا جبت كلور يعني، بس اول ما باجي بحطه على طول في الازازة بتاعته عشان بجيبه خام وبيبوظ لي الكيس. يعني هو كيس بيتقطع على طول فبيبوظ لي الدنيا مش الكيس. جبت كمان رابسو للغسالة العادية، الحمد لله بفضل ربنا. عايز افرحكم، ظبطت الغسالة الحمد لله بفضل ربنا. جبت رابسو بقى، واول ما جيت كنت جايه من مشوار يعني، واحنا حاطين هدومنا كلنا بقى غسلتها، ففتحت رابسو فما صورتوش عشان ما يدلقش. تعالوا بقى نشوف احنا هنظبط الدنيا في الفطار بقى بفضل ربنا. الحمد لله ربنا موسعها عليا. قولي كده ربنا يجعل الشغل دوت او المشروع الجديد دوت فتحة خير كده علينا ان شاء الله. تعالوا اوريكم بقى افكار الفطار النهارده. فطار حلو جدا، لو كان عندك شويه بطاطس او شويه فلفل، شويه فلفل الوان، اي حاجه عايزه تلم الدنيا، تعالوا اوريكي الاكله الحلوه دي. احنا خلاص صرفنا في حاجه يبقى نلم الدنيا في حاجه. المفروض تحمري البطاطس دي، بس مش مشكله يعني، اصح ان احنا نسلقها. وكمان انتوا زي ما شفتوا كنت خلصت الزيت، فقلت فكره حلوه ان انا اسلقها. بصي بقطعها كده بطريقه عشوائيه فبتبقى مقرمشه. يعني انت لو هتحمريها، انا حبيت والله اوريها لكم يعني. وكمان ما كنتش عارفه اقطع لان كنت شايله بنتي برضه، فقلت مش مشكله. وهي على فكره هي اللي كانت بتحدف البطاطس في الحله، بعملها واديها لها وهي ترميها في الحله. انت لو خدتيها هي مسلوقه، هي البطاطس، وخدتيها قشرتيها وقطعتيها بالطريقه العشوائيه دي، بتبقى يعني الحروف بتاعتها كده مش متساويه، وقلقتيها في الزيت بتبقى طعمها خرافه مع شويه بقدونس، بتكون حلوه جدا. المهم انا خدتها قطعتها بالطريقه العشوائيه دي وهحطها. انا حاطه بصله كده، شويه بصل يعني على النار اهو بيصفروا شويه، هقلبهم كده. وانا هنا مقطعه طماطم ومقطعه فلفل. ولو عندك اي حاجه تانية بتحب طعمها تمام يعني، لو عندك فلفل الوان هيكون حلو قوي، عايزاها حراقه قطعي فلفل حراق. انا هنا هعمل ايه؟ انا هعمل شاورما بطاطس. الاكله دي حلوه ودمها خفيف ومغذيه، ممكن تعملي منها كميه حلوه وتخليها على الغدا، هتكون حلوه جدا. هتقولوا لي طب ولادك ذنبهم ايه؟ يعني انت صرفتي في الرفس فهتعكنيني عليهم في الفطار؟ لا والله، هم الفطار ده هم بيحبوه جدا. يعني شاورما البطاطس دي الحمد لله هم بيحبوها جدا. وبعدين في حاجه انا بفضل ربنا، ربنا يديمها علينا نعمه حافظها من الزوايا اللي معلماها لاولادي، هي ماما كانت زرعاها فيا. اللي هو السعاده ما بتتقاس في حاجه معينه، انت شوفي انت عايشه ازاي وفين وبايه وخليكي سعيده، مهما كان ظروفك ايه هتبقي سعيده. لان تعالي افتكري كده، انت هتقولي يعني انت مع نفسك كده ايه اكتر مره كنت سعيده فيها؟ هتقولي يا ده من زمان قوي. قد ايه ما كنتش مبسوطه قوي او سعيده قوي. بصي انا هنا نزلت بالطماطم والفلفل الالوان، قلبوا شويه كده مع البصل قبل ما اكمل لك كلامي. فانتي بذمتك يعني تعالي اتكلمي مع نفسك كده، تلاقي نفسك بترضي على نفسك تقولي يا ده الانبساط القوي قوي والسعاده قوي قوي دي يعني من زمان يعني، او الفرحه الكبيره دي ده من زمان قوي. هي الحقيقه لا، هو حتى اللي هي من زمان قوي قوي دي هتلاقي قعدت معاكي يوم او اتنين او ساعه، او على حسب ايه هي الحاجه اللي ساعدتك دي. فبدل ما تربطي سعادتك بحاجه ممكن تيجي كل فين وفين، وكمان هتقعد معاكي ساعة ولا اتنين وبعد كده هتاخدي عليها وهتتعودي عليها، او على حسب هتقعد معاكي شهر اتنين، حتى لو هي حاجة كبيرة قوي في قيمتها بعد كده هتكون عادية. الافضل والاحسن ان انتي خليكي سعيدة عامة. انا عن نفسي كانت ماما معوداني لو متضايقة خلاص افتح الشباك انبسط، مع ان الحمد لله كانت الدنيا متيسرة. لكن النقطة هنا ان انتي ما تربطيش سعادتك بحد او بشخص او بمادة او بحاجة ممكن تكون هي هتزول او مش موجودة. الله يرحمها ويغفر لها.
ولكن والله انا فضل ربنا الحمد لله ان شاء الله جبت لولادي يعني الحمد لله شويه حاجات بتاعه المدرسه وكده، وعندنا اهداف اهم واتقل من كتير ومهمه، يعني لازم تكون الدنيا اولويات كده. مثلا خلاص جبنا حاجات المدرسه اللي هيروحوا بيها، طبعا مش هيخشوا المدرسه. طب في كتب، نجيب الكتب. كتب طبعا غاليه، لازم نخلص حاجه في حاجه كده. طب بعد كده ممكن اجيب لهم شويه حاجات للمدارس، يعني لو هعرف حاجات تجهيزات اللي هي فطار المدارس مش عارف ايه. ففي اولويات، وفهميهم كده، يعني انا بشرك ولادي نعمل كده صح ولا نعمل كده. فتحس الطفل كده لما تشيليه مسؤولية مش هم، يعني مش هتشتكي له همك ولا حاجة، لا اللي هو تشركيه بالافكار، بتلاقيه ان هو بيحب يطلع احسن ما عنده، ما يطلعش صغير بقى قدامك وكده، وتلاقي رأيه مهم ويتغاضى شوية عن الحاجات اللي هي ملهاش لازمة. بصوا شكل بقى شاورمة البطاطس حلوة جدا وطعمها حلو قوي، مع شوية عيش حلوين كده زي الفل، الحمد لله نعمة ورضا. تقدري طبعا تعملي جنبيها حاجات تانية وكده، بس انا كان هو ده اللي موجود يعني، الحمد لله والشكر لله بالنسبه للفطار. انا عوض الدنيا بقى كده في الغدا باذن الله. كان عندي برضو شويه حاجات باقيه في الغدا، ان امبارح لو كنت شفت الفيديو بتاع المره اللي فاتت كنت عامله محشي، فكان فاضل شويه خلطه كده عليها، يعني الرز وكل حاجه كان فاضل حبه صغيرين، فشلتهم وقلت لازم اعملهم بقى النهارده لان مش هينفع هتبوظ. فكملت والله، زودت شويه خضره بقى، شويه خلطه بس مش كتير، وجبت بقى دبابيس بفضل ربنا زي ما بقول لكم، الحمد لله والله ربنا كرمني من واسع. جبت دبابيس لان بتقدري يعني بايد فيها المبلغ اللي انا عايزاه زي ما انا عايزاه، يعني ممكن اقول له هات لي ب50 جنيه، هات لي ب60 جنيه، وممكن يعني زي البنيه كده، لان الدبابيس بتكون صغيره. طب لو مفيش او انت عندك مثلا امكانيه شويه، ممكن بجيبها على عددنا، يعني مثلا احنا 5 خلاص هيوزن لي 5، بس 5 صغيرين مثلا او 5 وسط على حسب انت عايزه ايه. عملتهم في محلول النقع شويه بيخلي نكهتها حلوه ومش زفره ولا اي حاجه. خلاص غسلتها وتمام، هعملها بقى هشويها بس بالصوص الاخضر. انا بشوي الفراخ بكذا طريقه، بس الطريقه دي بتبقى ليها نكهه حلوه كده بالهو بالفلفل. فظبطت الخلطه بتاعتها وهاخدها بقى ايه وتتنقع بس في التلاجة كده كام ساعة، يعني حلوة قوي لو كانت من امبارح منقوعة كانت تبقى احلى جدا. بس تمام يعني. المهم خدت شوية من البصل والفلفل اللي انا كنت مجهزاه للفراخ، خدت منهم بقى شوية بالمرة، يعني كنت ضرباهم في الكبة قبل ما ينعموا قوي. كنت واخدة منهم حبة حلوين كده للمحشي. انا بحب ازود البصل شوية في المحشي، بس انا مش مكترة قوي، انا عاملة يعني شوية الخلطة مش كتير قوي، لان انا كده عندي شوية، فانا بس هكمل عليهم. خلاص بقى عرفت من امبارح ان الرز طلع كتير وبتاع، فمش غسلت شويه رز صغيرين على قد شويه الفلفل على شويه الخلطه اللي كانوا عندي. فغسلت شويه رز صغيرين هستخدمهم، عشان لو عوزت تاني ازود رز عادي. فانا ممكن اشيل كيس الصلصه في الفريزر مفيش مشكله، مش هبقى مضطره ان انا اعمله بكره عشان ما يبوظ او كده رز ما يفتفتش او كده، لا. فكنت خارجه انا اصلا في اليوم ده، كنت رايحه مشوار كمان، فعملت فلفل بس. هي حاجه بنحبها يعني، احنا بنحب محشي الفلفل. طبعا في طبق تاني لجوزي شايلهوله، بس انا عاده بحب اوريكم وانا بقدم الاكل ازاي. ما عملتش اي حاجه تاني جنبه، كنت عامل شويه لسان عصفور والله، بس كنت اتاخرت فقلت يلا خلاص نتوكل على الله. وحلو قوي كده وبارك الله فيما رزق. لسان عصفور او شوربه خضار، اي حاجه الموجوده عندك، انا ساعات بعملهم عادي من غير شوربه، بس اللي هو تخلي الاكله تكمل يعني والاصناف تكون لايقه مثلا ببعضها. سلام.